يا جماعة، الشبابيك الألمونيوم أفضل ولا شبابيك الخشب؟ الإجابة ببساطة الشبابيك الألمونيوم أفضل كتير من الخشب، مش بس عشان شكلها مودرن، لا كمان بتستحمل أكتر، مفيش بقى مشاكل زي التآكل والتأثير بالرطوبة زي الخشب، وسهلة جدا في التنظيف بتاعها والصيانة. تاني سؤال في بند الشبابيك، لو معانا فلوس نركب شطر على الشبابيك الألمونيوم ولا لا؟ أكيد طبعا الشطر على الشبابيك الألمونيوم هتكون فكرة ممتازة جدا، لأنه هيقلل درجة حرارة الشمس ويحافظ على حرارة الشقة. ده معناه إن الشطر هنا بيعمل كعازل حراري، لأن الشقة هتبقى أهدى وأبرد كتير في حرارة الصيف. تالت سؤال معانا، نختار الشباك بتاعي جرار ولا مفصلي؟ لو المساحة عندك محدودة أكيد هنركب الجرار، أما لو المكان بتاعنا واسع ومحتاج تهوية أكتر أكيد هيبقى الاختيار الأفضل هو المفصلي. بس خلي بالنا لو السرير بتاعنا في ظهره شباك يبقى لازم الاختيار بتاعنا يكون جرار عشان ما يضايقش معانا في الفتح والقفل بالنسبة لظهر السرير. غرفة النوم الرئيسية لازم نركب لها زجاج دبل للشباك. عدي النقطة اللي فاتت، مش لازم تعرف السبب. وما تنساش تتابعنا في سامي مودرن لو لسه بتشطب شقتك، واعمل منشن لصاحبك اللي بيشطب.